الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. اسمحوا لي أن أبارك نظام الجولاني وجلاويزته وإمعاته ومثقفيه وإعلاميه بهذا النصر العظيم الذي حققوه على الشعب السوري. اسمحوا لي أن أهنئهم بفك أسر رفاقهم وإخوتهم في الجهاد، عناصر تنظيم داعش الإرهابي، من سجون قوات سوريا الديمقراطية، فقد باتوا الآن أحرارا طلقاء يسرحون ويمرحون في سوريا. نحن الآن أمام شكلين من أشكال تنظيم داعش الإرهابي: تنظيم خارج سلطة نظام الجولاني، وتنظيم داخل سلطة الدولة السورية الجمهورية العربية الإسلامية السنية السلفية الجهادية العتيدة. هنالك شكلين، مستويين، نوعين من الدواعش: دواعش داخل الدولة تستخدم الدولة وتوظف الدولة لأهدافها الطائفية المقيتة، ودواعش خارج الدولة تدعي وتزعم أنها معادية ومناهضة للجولاني، وعلى أن الجولاني مارق وطاغوت وقد استسلم للأمريكي وللصهيوني وللإمبريالي. هذه اللعبة من الخداع والتضليل ربما تنطلي على بعض البسطاء. نظام الجولاني بحاجة إلى الهجوم الداعشي الخارجي لكي يعزز مواقع تنظيم داعش الإرهابي في دولته أمام الأمريكي، أمام الأوروبيين. لعبة قذرة ووسخة، تحظى بدعم مع الأسف الشديد من قطاعات واسعة من الشعب السوري. أين كان هؤلاء متوارين ومختفين يعني قبل استلام الجولاني السلطة؟ يعني ما هو موجود حاليا على الأرض يعزز ويؤكد سردية النظام السوري السابق على أن هذه ثورة طائفية، انتفاضة طائفية سنية هدفها الاستيلاء على السلطة، وما لها علاقة لا بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بالكرامة، ما لها علاقة. يعني ما هو موجود في الواقع السوري الحالي الآن الذي نعيشه ونعايشه لحظة بلحظة لا علاقة له لا بالثورة ولا بالديمقراطية ولا بالكرامة، لا بحرية ولا بكرامة، لأنه حرية السوريين مسلوبة ومصادرة، وكرامتهم منتهكت أكثر من مرة في السويداء، في الساحل السوري، وفي المناطق الكردية. الخطر كبير. ربما داعمو هذا النظام من الأنظمة الخليجية، وهي معروفة، لا تعي أو لا تدرك طبيعة هذا الخطر كرها في إيران، لكن سيلحقها، يعني ستذوق من السم الذي طبخته، ذلك السم الذي كان مغروسا على أساس أنه مؤطر ومحدد بأفغانستان في السبعينات والثمانينات، ارتد على طباخي. الآن السم الذي يطبخ ليس في أفغانستان إنما في سوريستان، إنما في ظل نظام طالبان سوريستان بقيادة الجولاني. طباخو هذا السم سيذوقون منه. الموضوع مش كما يتوهمون تحت السيطرة، لكن شعوب المنطقة ستدفع ضريبة هذه اللعبة القذرة، يعني تصفية الحسابات مع النظام الإيراني. يمكن للنظام العربي الاتجاه نحو ذلك بمعزل يعني عن سوريا والعراق.
جعل سوريا والعراق منصة لتصفية هذه الحسابات. هذا يعني ما بعرف شو يمكن تصنيفه في الميزان الأخلاقي والسياسي والديني والعروبي والإنساني. إن كان هنالك تسمية فسأترك لكم حرية اختيار توصيف في هذا الخصوص. اسمحوا لي أن أركز خطابي على العراق الشقيق، دولة العراق، جمهورية العراق الاتحادية الفيدرالية. هذه التجربة تجربة ناجحة، لكن الذين تدخلوا في هذه التجربة من إيران أيضا. إيران أيضا تتحمل المسؤولية، النظام السوري أيضا يتحمل المسؤولية. أنا أتذكر تصريحات المالكي في 2006 و2007 كان يعني منزعج جدا من نظام بشار الأسد الذي كان يرسل المفخخات، ومن أرسل أبو محمد الجولاني لقتال العراقيين في 2003 و2005 هو نظام بشار الأسد نفسه. وبالتالي هنالك خطورة حقيقية جدية وجودية على العراق والعراقيين والنظام السياسي في العراق. معلوم يعني هذا ليس كلام طائفي، هذا كلام له علاقة بالتاريخ وبالسياسة. العلويون أو شيعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه فقدوا السلطة والحكم بمقتل باستشهاد علي بن أبي طالب. ومنذ سنة أعتقد 40 للهجرة وحتى سقوط نظام صدام حسين 2003 2005 استرد الشيعة تلك السلطة التي فقدوها وقت ذاك. عدا عن ذلك في كل هذه الفترة الزمنية الممتدة ما بين هاتين النقطتين، حادثة مقتل علي وحادثة إسقاط صدام حسين، نظام صدام حسين، تمثال صدام حسين، هذه الفترة الزمنية كلها لم يشهد العراق حكما شيعيا علويا جعفريا كما هو معروف الآن. قد يقول قائل حتى من السوريين أنه هذا ظلم وهذا إجحاف. لا، ليس ظلما وإجحافا. يعني الشيعة في العراق هم الغالبية، مثل ما أنتم تتحججوا في سوريا تتحججون بالأغلبية السنية وسطوتم على الدولة، والدولة كانت لكم والسلطة كانت لكم برأس علوي أو شبه علوي وجسد سني. هذه السردية التي تروجونها وتصدرونها في سوريا تنسحب على الشيعة في العراق. الشيعة في العراق هم الأغلبية، وبالتالي يعني نموذج الحكم في العراق الحالي بدكم سنوات ضوئية لتوصلوا للعراق. النظام الفيدرالي، النظام البرلماني، مش برلمان ينصب من قبل رئيس الجمهورية مثل الجولاني ما فعله الجولاني، وليس دستورا يسطر ويصدر على مقاس أهل السنة والجماعة، وداخل أهل السنة والجماعة جبهة تخريب الشام وجبهة تحريم الشام مش تحرير الشام. ما في هيك شيء في العراق الفيدرالي. وبالتالي النظام العراقي الفيدرالي مستهدف، الشيعة في العراق مستهدفون، المعتدلين السنة الذين يشكلون النظام السياسي في العراق مستهدفون. إذا سقطت سوريا الهدف الثاني سيكون حتما العراق. لا تأخذ بكلام الجولاني وتطميناته، كذاب كبير، دجال كبير، منافق كبير. لا تأخذوا
اليقين والوعد القطعي من ناكث الوعود والعهود والمواثيق. خذوها من أفواه حاضنته كيف يهددون ويرعدون ويتوعدون بالويل والثبور وعظائم الأمور للعراق والشعب العراقي. هم آتون اليوم أو غدا أو بعد غد، إذا استتب لهم الحكم سيتجهون صوبكم. زعيمهم المفدى هو صدام حسين. صدام حسين كان يدعم جماعة الأخوان المسلمين في الثمانينات وفي التسعينات وحتى يعني حتى قبل سقوطه. الجولاني ذهب من سوريا إلى العراق دفاعا عن صدام حسين وعن عروبة صدام حسين والنظام العروبي والبعثي والسني وكل الكلاوات اللي سمعتوها من القاتل الكبير الجولاني. وبالتالي من للشيعة، من لهم يعني في العراق بالدرجة الأولى وفي سوريا بالدرجة الثانية، لا تعتمدوا على إيران. لا تأخذكم العزة والفخار والآية الله العظمى الخامنئي، هالقصص يعني اتركوها. دعوا على طاولة النقاش الخيارات الأخرى. حلفائكم الأساسيون، حلفائكم الأصيلون في كل مستويات الخلافات الداخلية العراقية الكردية، كان الكرد هم حلفاء الشيعة في تثبيت أركان هذا الحكم. لنكن صريحين، يعني حكم الشيعة، وهذا حقهم. هذا حق الشيعة أن يحكموا العراق، مثلما حق السنة أن يحكموا سوريا، لكن الحكم بالعدل، بالعقل، بالإنصاف، بالتوازن، بالعدالة، بالحقوق والواجبات. هذا حق للأغلبيتين الطائفيتين القوميتين أن تحكمان سوريا والعراق، وأنا أقولها هكذا يعني، لكن أن يكون حكما عادلا متوازنا محترما يحترم نفسه كي تحترمه المكونات في العراق وفي سوريا. لماذا لم يحترم العراقيون حكم صدام حسين وتمرد عليه المثقفون وكبار الشعراء وكبار الأدباء؟ لأنه كان حكما ظالما، كان حكم الأقلية، كان حكم الطاغوت. أقلية وديكتاتور، هم أقلية سنية وهم أقلية سياسية وهم ديكتاتور وهم طاغية. يعني لو أقلية ومحترم وعادل وكريم ومتوازن ومتفهم تنبلع، لا هيج ولا هيج يعني. فجرت الإطاحة بنظام صدام حسين. القوى السياسية في العراق، القوى الشيعية، ينبغي أن تراجع نفسها، ينبغي أن تعيد حساباتها. ماذا لو سقط النظام الإيراني غدا أو بعد غد؟ والفرس معروفين يعني فيما يتعلق بالمصالح، والفرس لهم تاريخ مديد قبل الإسلام، إمبراطورية يعني. ما راح يسألوا عن شيعة العراق. إذا كان حكمهم في إيران مهددا لن يسألوا عنكم. إذا أصبح حكم الشيعة قاب قوسين، الشيعة الفرس يعني قاب قوسين أو أدنى من السقوط في إيران، فسيكون كبش الفداء هم شيعة العراق. وبالتالي رتبوا أموركم من الآن، أعيدوا النظر في تحالفاتكم. لا يوجد لكم حليف استراتيجي رئيسي أكثر من الكرد، وهذا مثبت يعني.
تاريخيا مثبت عندما كنتم ملاحقين ومعارضة واحتضنتكم كردستان العراق بكل التفاصيل، المجلس الأعلى، على حزب الدعوة، على الكل. ما في فصيل شيعي إسلامي معارض لصدام حسين ولم تحتضنه كردستان العراق والقيادة السياسية الكردية. دعوا الخلافات جانبا، يعني السلطة التي أنتم الآن فيها مهددة في الصميم. هنالك مخاطر وجودية ينبغي عليكم مراجعة حساباتكم. ما عاد تكترثوا بكلاوات الخزعلي والمزعلي وقصص الثارات التاريخية والبعثية الشيعية الكارهة للكرد في كردستان العراق. هاي القصص حطوها على جنب. الموضوع أنتم بدعم وبأمر من طهران اعتديتم على بعض المواثيق التي قطعتها الدولة العراقية فيما يتعلق بخصوص الكرد. الآن الموضوع كله مهدد. كل هذا الحصاد، كل هذه الدماء الشيعية، كل هذا التعب، كل هذا الجهد مهدد. وبالتالي راجعوا حساباتكم وعززوا تحالفكم مع الكرد، مع كرد العراق، مع الكرد في سوريا، وحتى مع الكرد في إيران. كونوا عراقيين بالدرجة الأولى، ومصلحة شيعة العراق فوق مصلحة شيعة سوريا ومصلحة شيعة لبنان ومصلحة شيعة إيران وشيعة أذربيجان وشيعة الأرجنتين. فلتكن المصلحة الشيعية العراقية الوطنية هي الأولى والركيزة الأساسية التي تستند إليها خيارات العراق وقرارات العراق. الأولوية ما تكون مصير ما يجري في إيران. ستخسرون إن بقيت حساباتكم على هذا الإطار، أنه مش مشكلة العراق قربانا للخامنئي وللسلطة الشيعية في الخمينية والمرجعية بقم. لا، أنت عندك مرجعية كل الزينة بالنجف، كربلاء. أصلا ينبغي لإيران أن تتبع العراق مش العكس. ينبغي للمرجعية الدينية الإيرانية أن تتبع المرجعية الدينية العراقية، لأن علي بن أبي طالب لم يكن أصلا فارسيا، آل البيت لم يكونوا أصلا فرس، النبي محمد أصلا لم يكن فارسيا. يعني على مستوى العرق تقيسوها، على أي مستوى يمكنكم أن تقيسونها ستجدون بأنكم الأعلون والأولون، مش أن تكونوا توابع للخيارات الإيرانية وللقرارات الإيرانية. إيران تقول لكم على هولير تروحوا على هولير، هجوم على كركوك على كركوك، البرزاني خاين صهيوني امبريالي زئبقي، تكررون كالببغاوات كلاوات الإيرانيين. هذه القصة، هذه الصفحة ينبغي أن تطووها وتتجهوا إلى مصيركم، إلى مستقبلكم، إلى عراقكم. هذه ملاحظات يعني أنا أقولها ولدي سندي في ذلك، وأنا حريص على العراق. في العراق يعني أهلي وأخوتي وأحبتي ولي أصدقاء كثر من العراقيين، شيعة وسنة وعلمانيين ومتدينين. من هذا الباب أقول قولي هذا مطالبا أو مقترح أن تعززوا تحالفكم مع الكرد. إذا أصريتم، يعني أخذتكم العزة بالعناد ولا وما وشي يقول الخامنئي وإيران نحن نتبعها، لا، خلوا ولائكم
للعراق، يعني دافعوا عن العراق. إيران بسياساتها الخاطئة في العراق، بسياساتها الخاطئة في المنطقة، أودت بنفسها أو ستودي بنفسها أو أوصلت نفسها إلى هذا المكان الخطير يعني. فهذا رأيي، وسندي في ذلك. شوفوا كيف تعامل وزير الأوقاف ووزارة الأوقاف حين تخاطب حاضنة النظام الجولاني. ينبغي أن لا يمر هذا الخطاب مرور الكرام هكذا على الإعلام العراقي والقيادات العراقية ووزارة الأوقاف العراقية. ينبغي أن تضع هذا الخطاب على ميزان أو طاولة الأخذ والرد ومناقشته والتقاط ما بين السطور. شوفوا الخطاب ثم نعود. سأقرأ عليكم نص التعميم الصادر من وزارة الأوقاف ومع بعض التعليقات. الجمهورية العربية السورية، وزارة الأوقاف، الرقم كذا، بسم الله الرحمن الرحيم. تعميم. إلى السادة أئمة المساجد الكرام، قال الله تعالى، بدون تعالى كاتبين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. سورة الأنفال الآية 9. أن تكون فاتحة هذا التعميم سورة الأنفال، فهذا واضح تماما أن وزارة الأوقاف تستهدف الكرد، لأنه هذا كان خطاب صدام حسين. وحملات الأنفال اللي راح فيها أكثر 180 ألف كردي، حملات الإبادة العرقية من 88 ولغاية 1991 معروفة. حملات الأنفال معروفة، الجينوسايد الأنفال معروفة. ووزارة أوقاف الجولاني، نظام الجولاني الطائفي السني الذي عقيدته ومرجعيته العقدية فتاوى ابن تيمية، نظام السلفية الجهادية، الدواعش والقاعدة، نبلش التعميم مالته بسورة الأنفال. فتصوروا يعني دلالات هذا الموضوع والتشبه بصدام حسين. أصلا يعني صدام حسين عندهم أيقونة، رمز. ترجعوا لإدلب، للشام، الآن صور صدام حسين ترفع في الشام وتوضع على السيارات من قبل حاضنة الجولاني، الطائفيين البعثيين السنيين اللي هن بدون حياء أو خجل جهارا نهارا يقولون عن أنفسهم إنهم هكذا. إذن نعود إلى التعميم. في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها بلادنا في المناطق الشرقية العزيزة، والبطولات، طبعا لا بطولات ولا هم يحزنون، كلها انسحابات من قسد بضغط أمريكي، والبطولات التي يسطرها جنود جيشنا، والجهود المباركة والمساعي الحثيثة التي تقودها دولتنا الكريمة لتوحيد الصف وجمع شمل البلاد، نهيب بكم. وزارة الأوقاف تهيب بالأئمة، باللي يفترض أنه التعميم مخصص لهم، للأئمة. القنوت في الصلوات الخمس في عموم مساجد الجمهورية العربية السورية، والدعاء لأبطال جيشنا بالنصر والتأييد. 1. شو كمان؟ حث الأهالي وعموم شعبنا الكريم على التضرع والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى بالفرج العاجل وتمام التمكين. تمام التمكين. شو كمان؟ رفع التكبير في المساجد فرحا بالفتوحات والانتصارات. الفتوحات والانتصارات، وكأن هذه الأماكن كانت
أماكن كفر وإلحاد، وأتى الجولاني وأدخل إليها الإسلام بعد مرور 1400 سنة على وجود الإسلام على هذه الأراضي. مصطلح الفتوحات لا يمكن أن يمر هكذا دون مراجعة وتدقيق والبحث في دلالات هذا التوظيف، توظيف الفتوحات. إذن هذه الأرض كانت أرض شرك وكفر وإلحاد، وأتى الجولاني وأدخل الإسلام وفتحها فتحا مبينا. كذاب بنص عينه الجولاني ووزير أوقافه ووزير أوقافه. هذا مش كلام عابر هكذا يعني. مهم شو كمان؟ راجين من الله عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن ينعم علينا بالأمن والاستقرار، وأن يتقبل شهداءنا ويكتب الشفاء العاجل لجرحانا. إذا هو بيعتبر ضحايا أو قتلى الجولاني شهداء مثواهم الجنة، هذا يعني القتلى في الطرف الآخر سواء كان كرديا أو شيعيا أو درزيا أو علويا، هؤلاء مثواهم النار. هو لا يستكمل العبارة، لكن عندما أنت كوزارة أوقاف يعني تعتبر قتل الجولاني من الدواعش ومن الأنصار القاعدة وأنصار جبهة النصر هؤلاء شهداء، فأنت تعتبر الآخرين الضحايا الآخرين من السوريين من المسلمين مثواهم جهنم وبئس المصير. يعني المعنى الداخلي هكذا، يعني عندما تعتبر قتلاك في الجنة شهداء، هذا يعني بأنك تعتبر قتل الآخرين في الجحيم وبئس المصير. شو بيوقع دمشق كازالمهم تاريخ 18/1/2026 وزير الأوقاف الجمهورية العربية السورية الدكتور محمد أبو الخير شكري. محمد أبو الخير شكري، هذا نص التعميم يبتدئه بسورة الأنفال ويستخدم مصطلح الفتوحات، ويتحدث عن التمكين ويتحدث عن الشهداء. كل هذا يلخص البوصلة العقدية التكفيرية الإرهابية الإجرامية التي تستهدف الكرد بوصفهم مسلمين سنة، وبوصفهم قومية ثانية في البلاد، وتستهدف أيضا الشيعة والعلويين والدروز وكل من يقول لنظام الجولاني لا. صدام حسين أيضا كان له أئمة، وكانت له مرجعية دينية سنية تخطب له، وكان له أيضا بعض شيعته أيضا وبعض كرده. كل نظام طاغوتي لديه شوية تنويعات تشكيلة للاستثمار. يعني في المواجهة مع الكرد يجيب صدام حسين واحد كردي مثل طه ياسين رمضان ويبرزه، مع المسيحيين يجيب طارق عزيز، مع الشيعة يجيب من الشيعة اللي كان بنظام صدام حسين، يمكن الصحاف، لا كان اكو قيادات شيعية موجودة في نظام صدام حسين أيضا، يعني للاستثمار الداخلي، أنه يا أخي هذا نظام وطني وليس نظاما سنيا عروبيا تكريتيا مجيديا صداميا. منو قال هيك؟ أخوة صدام حسين كلهم كانوا قيادات، أولاد عمه العريف الركن علي الكيمياوي، مثل أبو عمشة عريف بالجيش، لسه لا أحسن من أبو عمشة، أعلى رتبة شوي. يعني أبو عمشة ما بي لا يعني بالزور يفك الخط. أبو عمشة نفس النموذج، يعني من النجاسة والرجاسة الطائفية المقيتة التي تستهدف السوريين الآن تنتعش
وتتعزز في العراق. أرجوكم ابتعدوا عن هذه القصص، وهذه بدايات ظهور السفياني، هذا الكلام ضعوه جانبا. هذه المرويات والسرديات الدينية الشيعية من كتب التراث ضعوها جانبا. الآن الخطر وجودي، وينبغي لكم أو يفترض بكم إن كنتم حريصين على العراق كعراق، وإن كنتم حريصين على النظام الحالي الشيعي، من المخاطر الآتية إليكم من الغرب، من سوريا الأموية. هم يتفاخرون بنسب أنفسهم إلى بني أمية، أصلهم ذهب وما بعرف شو من هالقصص، يتفاخرون. أفليس من حقكم التفاخر بأنكم شيعة؟ بلى، من حقكم التفاخر بأنكم جعفريين شيعة، ومن حقكم التفاخر بأنكم عراقيين، ومن حقكم التفاخر بأنكم يعني كل هذه التفاصيل. ولا حد يحكي عليكم كلمة من الإمعات ومثقفي وزبالة إعلام الخولاني كما يسموه أهل مصر. الخولاني والخول، لمن لا يعرف فليسأل المصريين ما معنى كلمة الخول. عموما وزير الأوقاف طالع يعني يخفف من لهجته ويقلل من ردود الأفعال الشاجبة والمنددة بهذا التعميم. طالع تعميم ثاني، شوفوا شو كتب في هذا التعميم الثاني. لنقرأ النص التعميم الثاني الذي يخفف من فضيحة محتوى التعميم الأول. الجمهورية العربية السورية، وزارة الأوقاف، رقم كذا، بسم الله الرحمن الرحيم. تعميم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الحجرات السورة 13 الآية 13، سورة الحجرات الآية 13. انطلاقا من الأمانة الشرعية التي حملنا الله إياها. الله حملكم الأمانة الشرعية، نظام الجولاني حملك الأمانة الشرعية، والمتمثلة في حفظ وحدة الصف وصونا لبيوت الله والمؤسسات الدينية، لتبقى منارات لجمع الكلمة وتأليف القلوب، بعيدا عن كل ما يورث التفرقة أو التنازع المنهي عنه في محكم التنزيل، وتطبيقا للمرسوم الرئاسي. دخل بالسياسة رقم 13 المتعلق بالكرد لعام 1926. نؤكد على جميع القائمين على الشعائر الدينية والمدرسين الدينيين الالتزام بما يلي. شنو؟ 1. اعتماد الخطاب الوسطي الجامع الذي يغرس الألفة والمحبة، والبعد عن خطاب الكراهية والتحريض الذي يبث الفرقة والنعرات الطائفية والمذهبية والعرقية. طبعا هذا الكلام إذا بتشوفوا الإعلام السوري ربع ساعة 10 دقائق، الأخوة العراقيين أرجوكم يعني تعبوا حالكم شوي وافحصوا محتوى الإعلام السوري الحالي. يعني حشاكم خرا خرا خرا، إعلام خرا، إعلاميين خرا، خطاب طائفي خرا، كله خرا بخرا. هذا نظام الجولاني وإعلام الجولاني. ويطلع لي وزير الأوقاف يدعو إلى الكلمة. روح اضبط إعلامك، اضبط إعلامك وخطاب الطائفي مال إعلامك ضد الكرد والشيعة والعلويين والدروز. بعدين تعال تعميمات: ترسيخ مفهوم التعايش والسلم الأهلي. 2. ترسيخ مفهوم التعايش والسلم الأهلي الذي يضمن حقوق جميع المواطنين وإقامة العدل بين أبناء المجتمع الواحد. كذاب بنص ضحيتك، كذاب بنص عينك،
كذاب بنص عين الجولاني تبعك. هذا كلام. طبعا الجولاني مش أمام ونظامه، أمام الغرب كمان يطلع هكذا مثل بن لادن. راجعوا خطابات بن لادن، شخصية بن لادن تختلف عن شخصية الجواهري. الجواهري كان نرفوز وعصبي ويبعبع ويجعجع ويصرخ، بس الجولاني عندما تستمع له ولخطاباته بتشوف التقى والورع، يا عيني بتشرر منه بهدوء، وتقول بلكي هذا يعني عايش 3000 سنة زاهد ناسك في الكهوف، وليس مسؤولا عن القتل والدمار من واشنطن إلى أفغانستان مرورا بالمناطق العربية. منو؟ بن لادن. كان هيك يحكي بهدوء وورع والمسكنة، وتخلي الواحد يبكي من الخشوع مالته. وكذاب بنص عينه، والآن هو ويا أبو جهل وأبو سفيان بجهنم. منو؟ بن لادن. أحكي وياكم شوي عراقي من باب المحبة يعني. فالجولاني هم هيك قدام الأمريكي والأوروبي يحكي بهدوء ووعود وكيوت. هاي التقنية في الكلام، يعني المسكنة، يتمسكن لغير ما لبين ما يتمكن. المهم، إلى نهاية هذا التعميم الكذاب الذي يحاول أن يخفف من التعميم الصحيح الأول، الفتوحات وصورة الأنفال، وأنه هذا التعميم لا يستهدف الكرد ولا يستهدف مكونا بعينه. كذاب بنص عينه، بنص عينه وبعين أبوه وعين أمه كمان. وزير الأوقاف، هذا وزير التعريس الطائفي، مش وزير الأوقاف السورية يعني. على العموم، يبدو لي أنه إذا استتب الأمر لنظام الجولاني وبسط سيطرته تماما على المناطق الكردية، سيتجه نحو العراق. لن يتجه نحو، طبعا لن يتجه جنوبا، ليس خوفا من الأخوة الدروز، لا، خوفا من إسرائيل، لأنه تعهد لإسرائيل، لأن الدروز طاعجوه وردوه على أعقابه، واضطر للتنازل عن السيادة السورية في الجنوب السوري ومنها مناطق الدروز، وبالتالي سيثأر لنفسه ولكرامته الأموية الطائفية الداعشية القاعدية الجولانية من المناطق الأخرى في سوريا. هيبة الجولاني وتنظيم داعش الإرهابي والقصص هاي. فالخطر، لا تأمنوا هذا الجار الإرهابي الذي يسمى نظام السوري حاليا. لا تأمنوا كلامه، لا تأمنوا وعوده، فهو يحفر لكم وسيستهدفكم. وتحوطوا واحذروا واتخذوا تدابيركم داخليا وراجعوا تحالفاتكم. لن ينساها لكم نظام الجولاني، يعني الفصائل الشيعية التي قاتلت في سوريا إلى جانب نظام الأسد طيلة هذه السنوات معروفين. والنظام السوري الداعشي الثأري الانتقامي الطائفي سيتجه نحوكم إذا استتب له الأمر وتمكن من إحكام سيطرته على سوريا. أنتم أولى بعراقكم من إيران، أنتم أولى بتحالفاتكم مع الكرد من إيران. أنا لا أقول اقطعوا علاقتكم مع إيران، لكن لا تجعلوا العراق قربانا لأمن واستقرار إيران. يعني قلتها وأكرر، يعني إن كان هنالك تبعية فينبغي لإيران أن تتبع المرجعية العراقية
الشيعية العربية الوطنية. كلامي واضح، وإن أجريتم مراجعة لحلفائكم في العراق لن تجدوا أخلص من الكرد. لقد في فترة من الفترات وتحت الضغط الإيراني كان هنالك غدر بالكرد، غدرتم بهذا الكرد يعني. والكرد لا يطالبونكم بالاعتذار، لكن الكرد يطالبونكم بأن تحرصوا على سلامتكم، على أمانكم، على استقرار بلدكم، لأنه في استقرار العراق وفي ازدهار العراق استقرار لكردستان وازدهار لكردستان أيضا يعني. أكتفي بذلك، دمتم بألف خير.